عايز تبدع في روايتك بجد، فما تاخدش اول فكرة تيجي في دماغك على طول. يعني دلوقتي لو انا بقول ان عمر وسلوى بيحبوا بعض، وبفكر ازاي اول مرة هيتقابلوا فيها هتكون، فغالبا معظم الناس هيجي في دماغهم ان هما الاتنين يتقابلوا في كافيه، هي وقعت عليه الايس كافي، هو وقع عليها الايس كافي، ايا كان. الفكرة دي مكررة جدا لدرجة ان هي بشكل اوتوماتيك غالبا هتيجي في دماغك. احنا بقى مش هناخد الاختيار ده خالص، احنا هنبدأ نفكر شوية كمان. فماذا لو ان سلوى كانت رايحة مقابلة بتقابل فيها حد تاني غير عمر، من الاخر كده جواز صالونات، وعمر كان رايح هناك في نفس الوقت بس كان وراه شغل بيخلصه، فهو قاعد في الترابيزة اللي وراها وسامع اللي بيحصل ما بينها وما بين الراجل التاني ده. فمن كتر ما الراجل التاني ردوده مستفزة، هو عمل نفسه انه وقع منه الايس كافي بالغلط بس على الراجل ده. اعتقد ان البداية دي هيكون احسن شوية، صح؟ طيب ماذا لو ان احنا فكرنا حبة كمان؟ يعني ان هي سلوى كانت قاعدة هناك، اتضحك عليها بطريقة ما من خلال رسائل وهمية، كانت فاكرة نفسها رايحة مقابلة شغل، بس اكتشفت ان هي اتضحك عليها من عصابة، والراجل اللي قدامها ده بدل ما بيعملها انترفيو كان بيهددها مسدس او سكينة او ايا كان ان هي تحول فلوس من تليفونها لنمرة تانية. وعمر بما ان هو كان شرطي ضابط في الجيش، ايا كان بقى اللي انت عايز تعمله يكون عامل ازاي، هينقذها لان هو شخص لماح واخد باله من اللي حصل. ممكن يكون اصلا مش تبع لا شرطة ولا جيش ولا اي حاجة، بس قدر ان هو يتواصل مع ناس تانية وينقذها. اعتقد ان الفكرة دي برضو اكيد احسن من الفكرة الاولانية. طيب لو فكرنا شوية كمان، ممكن نقول ان عمر هو اصلا صاحب الكافيه ده، هيجوا بلطجية هيطلبوا منه فلوس مقابل ان هم يسيبوا المكان بتاعه من غير ما يكسروه، وان دي تبقى زي فلوس كده حماية منهم. بس سلوى بالصدفة الشديدة جدا، بما انها هي كانت معدية من هناك، المفروض ان عمر ده كان يبقى اخو واحدة صاحبتها، وهي كانت رايحة تعدي على المكان عشان تبارك له. وبما ان هي محامية، فالموضوع لما بيحصل قدامها هي بتهددهم بالقانون ان هي هتسجنهم كلهم، وان هي مسجلة لهم على التليفون بتاعها. فيا ترى يا هل ترى لو سرحنا بخيالنا شوية وقلنا ان عمر مش مجرد صاحب كافيه بس، وان هو رايح المكان ده بسبب العصابة دي عشان ينتقم منهم لسبب او لاخر، بقية الرواية هتمشي ازاي؟ اعتقد ان برضو الفكرة دي اكيد احسن من اول واحدة. اللي بحاول اوصله لك عزيزي الكاتب هو ان دايما اول حاجة بتيجي في دماغنا بيكون المألوف، وده لان الدماغ ببساطة بيروح دايما للكومفورت زون بتاعتك، حاجة عارفها، حاجة شفتها 100 مرة قبل كده وهكذا. فلما تلاقي نفسك بتكتب فكرة مألوفة، فكر شوية وحاول تطلع بره.